السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إبراهيم عبد القادر المزني هو شاعر وناقد وصحفي وكاتب وروائي مصري من شعراء العصر الحديث، وعرف كواحد من كبار الكتاب في عصره. ولد المزني سنة 1890. أتم تعليمه الابتدائي ثم التحق بالمدرسة التوفيقية الخديوية في المرحلة الثانوية، ثم بدأ بدراسة الطب في سنواته الجامعية الأولى، لكنه لم يكمل في الطب بسبب محاضرات التشريح التي لم يقوى عليها بسبب رهافة حسه، فترك الطب وانتقل إلى كلية الحقوق، ولم يكمل تعليمه فيها أيضا بسبب تكاليف الدراسة وقتها، حتى استقر به المطاف في مدرسة المعلمين التي تخرج منها سنة 1909. عمل بعد تخرجه في التدريس لمدة 10 سنوات متتالية، وعندما قامت ثورة 19 ترك العمل في مجال التدريس ووجه اهتمامه للسياسة والصحافة، حيث عمل صحفيا حتى آخر حياته. كتب المزني في صحف كثيرة، منها الأخبار والبلاغ والدستور، وعين محرر ثم رئيس لجريدة السياسة الأسبوعية، ثم رئيس لجريدة الاتحاد، كما انتخب وكيلا لمجلس نقابة الصحفيين سنة 1941. كان معروف عن المزني براعته في اللغة الإنجليزية والترجمة العربية، حيث قام بترجمة العديد من الأشعار إلى اللغة العربية. تم انتخابه عضو في مجمع اللغة العربية في القاهرة. اشتهر المزني بأسلوبه الساخر في الكتابة الأدبية والشعرية، فاستطاع أن يجد مكانا له بجوار أكبر الكتاب والشعراء في زمنه، بالرغم من اتجاهه المختلف ومفهومه الجديد للأدب، حيث جمعت ثقافته بين التراث العربي والتراث الإنجليزي. ساهم المزني في تأسيس مدرسة الديوان إلى جانب كل من عبد الرحمن شكري وعباس محمود العقاد. اهتم المزني بالنثر أكتر من أي شيء آخر، وتميز أسلوبه بالفكاهة والسخرية، فأخذت كتاباته الطابع الساخر في عرض مشاكل المجتمع المصري والتجارب الشخصية وتجارب الشخصيات المحيطة به، فعرض بذلك كل سلبيات وإيجابيات المجتمع المصري من خلال رؤيته الخاصة وبأسلوب مبسط بعيد عن التكلف. توفي المزني في مدينة القاهرة سنة 1949، تاركا وراءه ثروة ضخمة من المؤلفات الأدبية، حيث ترك 30 مؤلف أدبي، في مقدمتها كتاب 3 رجال وامرأة، عود على بدء، ميدو وشركاه، حصاد الهشيم، قبض الريح، خيوط العنكبوت، وكتاب بشار بن برد. والآن نترككم مع مختارات من أقواله، فلنتابع.